بسم الله. بداية كده، بداية نشوف كده الجمال ده على الفجر. ها، حد ليه شوق في حاجة؟ ايه رأيكم؟ اللي صاحي فين؟ ها؟ والله بصوا، مش جايبة كادر التصوير، ما شاء الله يعني. كادر التصوير مش جايبها بمعنى أصح. ده يحصل فيا على الفجر. في حد كده زيي مش عارفة أعمل إيه. اشهدوا واحكموا انتوا، احكموا انتوا، احكموا انتوا يا بشر. احسن بجد يعني، الله يسامحهم. اللي صاحي يدخل ويشوف ويحكم ويقول لي ايه رأيه على الهوا بدون مونتاج ولا قص ولا لزق. ها، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسميتها مريم صاحية، صباح الورد يا ست الكل. ما نشوف بقى هيعمل لنا قلب كده اهو، عمل برغم انها ايد وايد. البتاع ده بمزاج والله العظيم. يعني انا الاجازة والسهر يجي على دماغي؟ طب انا ذنبي ايه؟ طب انا خلصت الاكل النهارده وعملت لهم فضلة خيركم ارانب مع ملوخيه، بمعنى اصح انا كان نفسي فيها، ما صدقت اتسمح لي. كانوا شويه ملوخيه عسل مع الارانب. انا بستغرب من الناس اللي ما بتحبش الارانب، بجد حقيقي دي اكلها لذه، لذه جميله جدا، مسكره جدا. ناهيكم عن الفوائد، ده انا سمعت دكتور مره اتكلم في قناه طبخ، كانوا بيتكلم على الارانب وفوائدها. هنعمل دي مربعه بقى المره دي، على ما الحبايب تجمع اقول لكم ايه اللي انا بعمله ده. قاعد يقول ايه، بيقول لكم تخيلوا ان الارانب فيها كالسيوم اكتر من الحليب. تخيلوا، دي معلومه كانت بالنسبه لي حبايب بتحبوش. ده انا بموت فيه. فيها كالسيوم اكتر من الحليب، بيقول لكم يعني، ومفيده جدا جدا. اي حد عيان، يعني احنا مثلا كنا ممنوع عننا في فتره التكميم، كان الاول ماشيين اسبوعين سوائل او عصاير بمعنى اصح، واذا كانت شوربه تبقى شوربه خاليه الدسم خالص، بحيث الواحد نفسه ما تجزعش من العصاير على طول. اول ما اتسمح لنا بقى باكل بروتين، رقم واحد قالوا لنا الارانب او الفراخ. انا ما صدقت قالوا ارانب وقلت ايه، وقلت اديها. يعني الدكاتره مع العيانين مع اللي بيعملوا عمليات مع اي حاجه يقول لك ارانب، لحمها خفيف جدا، سهله الهضم، ما فيهاش دهون كتير. ايه تاني، الكالسيوم بقى اللي يعني ما شاء الله اللي بتحتويه تحفه وخفيفه، تيجي تاكلها محدش بيتعب بعديها ابدا صراحه، عامله زي السمك، خفيفه على المعده جدا. فانا عملت لهم رز وفاصوليا وارانب وملخلخ. طبعا ملوخيه الارانب لا يعلى عليها، هقول لكم انا ده ايه دلوقتي، حاضر عيني. وكل ده وما بصدق اقعد، وعملت ايس كريم كمان، والله ايس كريم دايت هينزل ان شاء الله عشان حبايبنا بتوع الدايت وبتوع التكميم وبتوع ربنا يعافي يا رب جميع السكر، والناس اللي بتعمل واللي عامله تحويل مسار كلهم بيقولوا لي اعملي يا ام عمار وصفات دايت وكده بما انك عامله تكميم. فصورته ايس كريم من غير حليب مكثف، ايس كريم من غير سكر، ايس كريم من غير كريم شانتيه، تخيلوا، وطلع تحفه. هبقى اوريه لكم دلوقتي على الهوا، بس انا حاطاه في الفريزر، جميل جدا 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 صراحه يعني. فالجروب بقى اللي عامل بقى عند دكتور رامي ربنا يبارك له، حبايبي بقى ما صدقوا، في منهم اللي فقسني وعرف انا مين، وفي منهم بقى كل ما اجي اكتب وصفه، لا اعملي لنا والفي لنا، ملناش دعوه مع عمار، الفي لنا، احنا عايزين وصفات تنفع. قلت بالمره انتوا بتطلبوا مني الوصفات الصحيه من زمان. يا هلا، صحتي لا الحمد لله زي الفل. صباحك فل يا منمن حبيبتي. بص يا حبايبي، انا هقول لكم ايه اللي انا عملته ده. انا ممكن اديلهم بس ياكلوها سخنه عشان ما ذنبهمش، لان هي لو اتاكلت بارده ما بيبقاش ليها طعم، فمعلش انا اسفه.
شفتوني يا اولاد صحيح وانا خاسه، مع ان انا بقعد انا بتكسف اقعد الف كده واوريكم خاسه ولا مش خاسه، بتكسف والله جدا. بس اكيد لما انا رحت كده اجيب الطبق اكيد لمحته. شفتوني وانا خسانه يا اولاد، بان عليا والله، بان عليا الحمد لله في المقاسات وفي كل حاجه. كفايه النهجان يعني، ما عدتش بتكلم اللي على طول النهجان ده. طب نفتح اخر مره دي كده بقى قبل ما اودي لهم الطبق، عشان لسه جايين، عشان اقول لكم الوصفه واشجعكم تعملوها بكره يوم الجمعه ان شاء الله. الله 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 الله. ها هدخل جري اديها لهم، حرام اذنبهم. عمور خد انت بص، قسموا على بعض ماشي خلاص، ذنبكم خلص من رقبتي. هبقى اسيب لبابا كام واحده بقى مش متحمره اعملهم له بكره ان شاء الله بعد الصلاه. بصوا يا حبايبي، ده ترند كده انا شفته على قنوات اجانب، بس انا حطيت فيه التاتش المصري بتاعنا. ايه ده بقى؟ عباره عن ايه؟ جبت بطاطس سلقتها، ادي لزياد، ايه رايك فيها بجد؟ طب ما تيجي تسمعهم يعني. بص، لا يا اخويا اجري حتى نشوف لك عروسه حلوه. فران الليل حبايبي اللي قاعدين منوريني والله ما برضى يعني اكسر خاطرهم ولا اكسر لهم طلب. المهم جبت بطاطس سلقتها خلاص، هما بقى بيروحوا حاطين على شويه ملح، ويروح حاطين نشا، ويبططوها يحطوا في قلبها جبنه رومي او جبنه موتزاريلا ويحمروها وخلاص. انا حطيت فيها بقى بابريكا، توم باودر، حطيت فيها شويه ملح، كمون وملح وفلفل اسود، تمام. وحطيت بقدونس وشبت، بتاع ده كزبره خضراء وشبت، بيدوا لها طعم حلو جدا جدا. انا مش عارفه الاضاءه مضلمانه قوي ليه كده، مع اني فاتحه كل الانوار. حادقه، ما هي الجبنه المشلله دي حادقه، انا عايزه انقعها تاني، انا كنت نقعتها هتبان لو جيت، خلي بالك عشان انت بتزعل بعد كده. الجبنه المشلله السوري بتبقى حادقه، انا نقعتها وعمار بيقول لي دلوقتي حادقه يا ماما شويه. بصوا هي شكلها عامل ازاي الجبنه دي، هوريها لكم. ايه يا بوسي خش اللايف خش اللايف يا بسبوس. اهو بصوا دي المشلله اهي، دي بتبقى زي ايه، شله الخيط كده، عارفين شله الخيط بتاعه المنجد؟ يتهيألي يعني هما جابوا الاسم ده من كده. حبايبنا السوريين بقى بيعملوها ما شاء الله. بصوا بالبتاع ده، الحبه السوداء، تمام، اللي هي حبه البركه، وليهم طريقه جميله كده انا بستخدمها بدل الموتزاريلا، يا اما موتزاريلا بيتي تشيز موتزاريلا اللي بجيبها من عند صاحبتي، دي جميله جدا صراحه والله ما دعايه، انا عملت لها ريفيو بتاعها، بس فعلا من احلى الجبن اللي انا جبتها. المهم وحطيت عليها بقى شبت وكزبره خضراء، تمام، يعني فطاير من غير عجين. ورحت عامله ايه، هي دي محشيه احنا حشيناها؟ لا ما حشيناهاش دي. ورحت عامله ايه اول ما البطاطس سخنه قعدت اهرسها بمعلقه سمنه بلدي حلوه كده، اتهرست وبقت 100 فل و10، وما تسيبيش فيها فتفوته، تمام. تروحي بقى بصوا بناخد الموتزاريلا البتاعه دي اهي، المشلله السوري دي كده، بصفيها باخدها اعصرها كده عشان انا نقعها في ميه عشان تنزل الملح بتاعها. ليه بقى بتبقى ملحها زايد؟ علشان خاطر ملحها زايد، علشان خاطر دي من غير مواد حافظه، دي جبنه طبيعي، عامله زي الجبن اللي في الصفا او في رماسلاند او في الخديوي، المحلات الكبيره اللي معروفه اللي بتبيع جبن على مستوى عالي، اما بيعملوا جبنه طبيعيه دي ما بيبقاش فيها مواد حافظه، فما بتغيبش كتير، فبيكتروا الملح شويه. فالحبايبنا السوريين ما شاء الله شاطرين فيها جدا يعني، فعشان كده تنقعيها. انا كنت بقعد انقعها واغير عليها الميه بس ما نقعتهاش كتير، فعشان كده الولاد بيقولوا لي ايه ملحها زايد شويه. بس البطاطس دي العموره يعني، دي مع دي هتعمل توازن. ها ولا تمام؟ طيب بالهنا والشفا. خلاص سلقتها وحبشتها، تنزلي عليها بقى بايه؟ نزلت ب4 معالق نشا كبار خلاويصن. هفتح بس البوتاجاز ده يا بنتي يا بسمه، انا في اللايف عماله تبعت لي رسائل على الجروب تعالي لي في اللايف يا بوسي.
بسم الله. ولاد خالي حبايبي اخواتي اللي ماليش غيرهم في الدنيا بعد ربنا وبعد ولادي وجوزي حبايبي، ربنا يخليهم لي يا رب. انتوا الحبايب، انتوا الحبايب اللي فعلا يعني ان شاء الله باذن الله باذن الله ربنا هيقول يقول سبحانه وتعالى اين المتحبون في جلالي اليوم اظلهم بظل يوم لا ظل الا ظلي. ليه؟ عشان حبنا بعض لوجه الله من غير ما نتقابل ومن غير اي مصلحه دنيويه ولا اي حاجه. انا بقدم شغل خدمه باخد عليها مقابل، بس اللي بيشوفها بيستفاد. لكن الحب بقى ده مساله تانية. الحب ده حاجه تانية خالص بعيد عن الشغل. يعني زي مثلا ما بتشتغلي في مؤسسه بتحبي مديرك او مديرتك بتعزيهم يعني او تحترميهم، هتاخدي مرتبك في اخر الشهر وهو هياخد شغله برضه ومصلحته منك. بس يبقى ايه؟ بيبقى في ناس تحب عملها وتحب المسؤولين معاها، وفي ناس كده هو عمله خلاص. لكن انا بصدق اقسم بالله بحبكم في الله جدا انا وماما. يكفي ان ماما حبيبتي الله يرحمها كانت تقول بدعي لهم وانا ساجده، وفعلا تقعد والله قبل الفجر يا حبيبتي كان زي دلوقتي تقعد وتدعي، وبالذات بقى لما حد يكون معاها على الواتساب من حبايبنا ويوصيها بدعاء خاص بقى. فربنا يا رب كده يحبنا. انا قلت اقوم اشيل الكسل اللي انا فيه وايه وافتح معاكم لايف بقالنا كتير، ونعمل الفطاير اللي من غير عجين، واشجعكم تعملوها لافطار يوم الجمعه او لغدوه. دي بقى بتتاكل جنبها ايه؟ يا اما تحطيها في عيش يا اما تعمليها تاكليها مع رز بشعريه، هتبقى جميله جدا. بس وخلصت. يا اما ياكلوها حاف كده وخلصت القصه. اكله سهله، بطاطس مهروسه عليها بهاراتنا عليها خضره، وفي النص بس مشيكينها وحاطين لها جبنه موتزاريلا، ولازم النشا وتسيبها في التلاجة شويه تهدى. يعني انا بعد ما هرستها لازم تهرسيها وهي سخنه ومعاها معلقه سمنه بلدي حلوه. بعد ما هرستها كده كويس وهي سخنه وحطيت النشا وكل البهارات بتاعتي دي سبتها نص ساعه، عشان كده اتاخرت معاكم في اللايف. انا واقفه بعمل من الساعه 1 وشويه تقريبا اهي. وبعدين باخدها وبصبعها، بتعمليها بقى راس تعملها مربعات زي ما تحبي، وزيت او ممكن تحطيها في الاير فراير على فكره هتبقى جميله. طب ايه رايكم بقى؟ انا هجرب وحدتين كده في الاير فراير دلوقتي معاكم. بسم الله. تعالي معاكم اهو على الهوا. بسم الله الرحمن الرحيم. نحط كده واحده. الزيت هنا سخن، الزيت سخن وانا ايه مش عايزاها تتحرق عشان تنزل تاخد لون على طول. طبعا كل حاجتنا مستويه اهو. بصوا انا حاطه البوتاجاز الجميل ده. بسم الله. اوعوا تحطوها في زيت بارد، زيت بارد هتفرفت منكم. بالراحه كده وبهدوء. انا اسيب دول لزوجي صحيح، عماله اقول هسيب عشان خاطر هو نايم من بدري الله يعينه. هنحط واحده كده في الاير فراير واديها بحه زيت. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا ايديا بتتزحلق. انا هقلع الجوانتي ده. تعالوا هنا تعالوا هنا. مالك بصتي ولا ايه؟ عايزين نقلب دي لان بصوا بتاخد لون على طول اهي. يكون معاكي كده واحدتين كده من العراد دول اللي هم بتوع التوزيع. بسم الله. واحده تعمليها كده والثانيه كده وتقلبي بهدوء، واوعي تكوني مبينه الجبنه عشان ما تطلعش وتسيح وتبوظ شغلك. دي طبعا كان طالع منها كده الجبنه عشان كنت قطعتها بالسكينه بس مش مهم. مجرد ما تاخد لون لان البطاطس مستويه ومش محتاجه يعني.
مالك البخاخ ده باظ ولا ايه؟ انتوا مش شايفين؟ مش من هنا اهي. بصوا انا حطيت عليها زيت وش وظهر وراح احطها على ايه؟ في القلايه. وشوفوا دي كده اهي على ما تتحمر. بسم الله. طبعا احنا لسه ما اتسمحلناش نشويات خالص، فانا عشان كده بقى مش فارقه معايا احطها في الاير فراير او احمرها عادي. اول ما هيتسمح لنا بالنشويات بقى اللي منها البطاطس، طبعا هتبقى ايدي ورجلي بقى الاير فراير في البطاطس والحاجات دي. وبرده ما نكترش. نصيحه الدكتور لينا دكتور رامي حلمي الله يبارك له، والناس اللي عامله التكميم قبلنا قالوا لما يتسمح لكم النشويات ما تكتروش لانها مصيبه. دحلاب والله بيسموه كده، بيقولوا الدحلاب اللي تاكليه بسرعه يتهضم بسرعه وتجوعي بسرعه ويوسع المعده تاني. فعلى ايه نبوظ اللي احنا عملناه ليه؟ ده كفايه دخلت اوضه العمليات. وحشتوني جدا جدا جدا. يلا مين سهران؟ انا هسيب الثلاثه دول بقى لزوجي ان شاء الله بالسلامه كده. الصبح ابقى احطهم له بقى في الاير فراير ياكلهم او احمرهم له، بس انا شكلي هكسل واروح ايه حاطه في الاير فراير اقول له صحي. والله العظيم الزيت ده مصيبه يا جماعه، مصيبه. حبايبي اللي عاملين تكميم او اللي هيقبلوا عليه بيقولوا لي يا ام عمار هل لو عملنا التكميم ممكن المعده تاني توسع؟ طبعا يا جماعه دكتور رامي قالها لي كلمه، قال لي انا عملت اللي عليا وصغرت المعده، الباقي طبعا على ربنا، كله على ربنا سبحانه وتعالى. قال لي ثم المريض بقى ايه الحاجه اللي بتخلي المعده توسع؟ حلويات، نشويات، مقليات، مياه غازيه، 3 حاجات دول. عشان كده قبل العمليه قعد معايا الدكتور رامي والدكتور المساعد بتاعه، يا ام عمار انت اخبارك ايه؟ بتحبي الحلويات؟ قلت له لا مش قوي، يعني ممكن جاتوه او تورته كده كل فين وفين، مش مهللينها. طيب عشان كده تلاحظوا ان انا عندي القناه الحلويات فقيره فيها. ان عملت بعمل كريم كراميل، جيلي، الحاجات اللي هي ايه السهله الجميله اللي بترطب على القلب. قال لي تمام، لان اللي بيحب الحلويات عندنا على طول بيبقى تحويل مسار، لان بيوسع المعده تاني. الشيبسي قلت له لا ماليش فيه بفضل الله. انا والله العظيم يا جماعه من زمان الحمد لله انا وولادي وزوجي ربنا يبارك من قبل الاحداث واحنا عاملين مقاطعه اصلا لما عرفنا ان الحاجات دي تبع اللي بالكم. ها بسم الله يا سيدي. وستاربكس والكلام ده كل ده من سنين. والبيبس والله العظيم ما كناش نشربه غير في المناسبات لو رحنا فرح ولا بتاع، وفين وفين يعني لو جبته عشان ضيوف. فالحمد لله يعني قلت له لا انا مش مدمنه الحاجات دي. انا اللي تموتني بقى واللي ممكن بقى لو يبوظ العمليه اقول لك الحوادق، الملوحه، السردين، الجبنه، طبق الجبنه القديمه بالزبادي بالطحينه بالطماطم، دي الحاجات دي بصوا اغطس فيها بالكذا رغيف جوه كده. قعد يضحك قال لي لا دي ما فيهاش مشكله، اهم حاجه عندنا اللي بنخاف منه الحلويات والشيبسي والبيبسي والحاجات دي اللي بتوسع المعده جدا وتبوظ عمليه التكميم. قلت له ماليش فيه. بس نقفل، اسيب الثلاثه دول بكره ان شاء الله لزوجي لانه نام طبعا، فايه هيصحى يقول لنا دي خيانه تعملوا ايه من ورانا. بسم الله. نقفل بقى ده كده خالص، كتر خيرك، ونقرا تعليقاتكم ونستنى بقى اللي موجوده فين في الاير فراير نشوف شكلها. هروح ابص عليها بصه. لا لسه عايزه احط دول في طبق صغنن كده، 3 دول. بسم الله الرحمن الرحيم. يا شكل خسيت يا ولاد صح؟ انا بتكسف والله اقول، بس يعني ما اعرفش، بس من فرحتي يعني عايزه اقول، يعني عارفين اللي بتقول كده على استحياء، يعني انتوا قولوا انتوا كلكم مفهوميه. ايه يا ام عمار؟ واو يا نهار ابيض خسيتي. لا يا ام عمار ده انت زي ما انت كده، فاهمين؟ فشغلوني بقى بس.
يا مسهل يا رب. خلاص كده دول بقى ممكن بقى تحطيهم في الفريزر يا جماعه، لو انت عايزه تعملي في الفريزر كميه، او الكميه اللي انت عملتيها طلعت كتيره شويه، بتروحي عاملاهم كده تحطيهم في الفريزر الاول مفردين في صينيه، وبعد ما يجمدوا خالص تروحي بقى جايباهم حطاهم في علبه فوق بعض بقى، مش هيهمك لان هيكونوا جمدوا. بس تحطي ممكن ايه ورق استرتش راب اللي هو ده، تمام، او ورق كيس بلاستيك، عشان بس ايه لما يجوا يفكوا ما يحلوش على بعض ويعملوا يلزقوا كده في بعض. حطهم كده في التلاجة، مش محتاجين فريزر لانه مش هيغيب يعني. اللهم صل على النبي. ابتدت تهش هش هش كده وتبقى جميله اهي. وحشتوني، قلت اسهر معاكم، قلت اسهر معاكم واتكلم معاكم. نشيل كل انا ما بحبش الدربكه دي. نشيل كل الدربكه دي وننام عليه، نبقى نغسل بعد الهوا. ها اقعد روح في حته ولا تغير بعيش ان انا في التلفزيون يعني. ها ما هو ده التلفزيون بتاعي، ده برنامجي الخاص، وانا المخرجه وانا المونتاج والدوبلير والمؤلف والسيناريست، يعني كل حاجه. فيعني ايه براحتي براحتي. بسم الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. دي عايزة مية. الرخامة السوداء دي يا جماعة على قد شياكتها، بس بصي ايدك فيها على طول. عايزة تفضلي رايحة جاية كده طول النهار تلمعي فيها، على قد ما انها شيك وتستحمل اكتر. والناس كانوا بيشوروا عليا اعمل الرخام الابيض الصناعي. طبعا زوجي قال لي عشان ده مجاله اصلا وشغله، اللي هو بقى تسليمات وحاجات من دي، فيلل وشغل وحاجات من دي، قال لي نصيحه ابعدي عن الرخام الصناعي، الا بقى حاجه قال لي اسمها غاليه قوي، قال لي دي اصلا هتبقى بثمن المطبخ كله عندك. قلت له نعم. قال لي والله، قال لي اسمها كده، قال لي دي بيبقى حجر طبيعي لونه ابيض اصلا بس غالي جدا. يعني مثلا المطبخ شوفي مكلفك كام الف، هتلاقيه اغلى من المطبخ. قلت له لا يبقى على ايه، خلينا في السودا، بس انا مش عايزاها ايه الملمعه اللي بتبرق، اللي هي الجالاكسي اللي بيبقى فيها ايه، اللي بيبقى فيها تحسوا كده حاجات بتلمع كده وتبرق. بصوا بصوا بص، نفتح كمان واحده مع بعضينا. بسم الله بسم الله، على الهوا بدون مونتاج. الله الله على الجمال، الله على الحلاوه. في رغيف عيش بقى كده وعليها بقى طماطم طرنشات كده، الله بجد والله يا جماعه. بصوا وريحتها، شفت عشان تعرفوا ان انا بطله بقعد اعمل الحاجات دي وما بدوقش. خدوا يا اولاد، عايزين تاني؟ ايه بصي عايزه انت كمان؟ بس ده لما تيجي اقول لهم رايك يا زياد، عاملين زي القطط بتاكلوا وتنكروا. بس وخلصنا، والتانية اهي خلصت بتناديني. نشوف ايه الاخبار. عايزه قلبه. بصوا يا جماعه، بصوا حبايبي، بسم الله الرحمن الرحيم. بشوش كده اهي تتقلب كده. شايفين ولا مش شايفين؟ ده انتوا كنتوش شايفين الحول اللي انا فيه ده. هحطها بقى على الوش التاني تاخد لها لون وخلاص، ما تسيبهاش تنشف. بس الحبايب اللي بيسالوني على نوع الاير فراير الكويس او اللي انا جايباه، النوع ده يا جماعه مصري MG، وانا عملت عليه ريفيو قبل كده، وعملت فيه الفراخ السوري اللي هي بتاعه المطاعم السوري دي الجميله دي، وعملت لكم فيه كفته برز، وعملت لكم ممبار وسمبوسه.
فكانت جميله والله. ام جي مصري، بس الواحد يرفع لها القبعه، شغاله يعني السمعه اللي طالعه على المصري، المنتجات المصريه، لا دي صراحه ما شاء الله لا قوه الا بالله. وعندي كان كمان في واحده تانية نيترو كوك، بس دي امريكي زي ما انتم عارفين عشان المقاطعه. دي والله بنت حلال وسعرها كان حلو، بس طبعا انا جايباها من سنه، فيعني الاسعار ضربت. في برضه عند بلاتينيوم بيعلن على قلايات هوائيه بتبدا من 1800 جنيه. الناس اللي اخدت من جمهوري بيشكروا فيها جدا، انا ما جربتهاش عن نفسي لكن بيشكروا فيها قوي. حبيبتي ازيك؟ راح قلبي، ما تحرمش منك، ربنا يخليكوا ليا يا رب وما تحرم منكوا ابدا ولا من اخلاقكم العاليه. ايه الكلام الحلو ده؟ ايه يا جماعه ده الواحد بس كفايه التعليقات اللي بتجبر الخاطر دي. من صار جابرا للناس، من صار جابرا للخواطر ادركه الله في جوف المخاطر. لكن الناس اللي بترزع كلام وتدب كلام وتتعمد بيه حرق الدم الناس اللي قدامها دي ربنا مش هيبارك لها ابدا. وهتلاقي اللي يكسر نفسها، وهتلاقي اللي يذلها، وهتلاقي اللي ما يجبرش خاطرها في وضع هي تكون محتاجه فيه جبران او جبر خاطر. فدايما كده يا جماعه، وقولوا للناس حسنا. ربنا يرزقنا كده ايه، حسن القول وحسن العمل، ويجعلنا ممن يتبعون القول فيتبعون احسنه. حبيبتي يا روح قلبي يا ام مريم، تسلميلي، ما تحرمش منك ابدا. لهفه مجنونه ليه يا ملهفوف؟ ميرفت الخولي حبيبتي واختي معايا على طول، بشوف تعليقاتك، ربنا ما يحرمني منك ابدا. انا بعمل ايه يا ام طارق؟ علا حبيبتي، ما انت يا علا جيتي متاخر. كنت بعمل فطاير بالبطاطس والجبنه الموتزاريلا، تحفه، عشاء سريع كده، فطاير من غير عجن. العجينه كانت هي البطاطس، اتسلقت، حطينا عليها البهارات، حطينا عليها شبت وكزبره خضراء وشويه بابريكا وتوم باودر وملح وفلفل وكمون، وحطينا حوالي 4-5 معالق نشا كبار كده عشان يمسكوها لي، وهرستها طبعا بمعلقه سمنه بلدي وهي سخنه. وبعدين بعد بقى ما حطيت بقى الاضافات دي بالبهارات بالخضره، حطيتها في التلاجة نص ساعه، وابتديت ان انا اغورها، اعمل كوره كده، احط في قلبها جبنه موتزاريلا او جبنه رومي، او عايزه لو حطي جبنه بيضاء او قريش عادي، وتقفليها وتحمريها في الزيت. اهو يا علا اهو، بسم الله، لسه كنا محمرين دلوقتي وقعدنا نمط فيها قد كده. فاتك المطه يا ست هاني، هعمل لك ايه تاني؟ اروح ابص على البتاع اللي هناك دي. يا سيدي ده الجبنه بصوا باظت كده من فوق وعماله تطلع لي لسانها. النيترو كوك طبعا ممتازه، انا مش هقدر اقول عليها حاجه، يعني رقم 1 صراحه النيترو كوك اللي هي في الاير فراير، بس زي ما قلنا امريكي يعني. ربنا يحسن ما بين ايديكي، تسلمي لي يا قلبي وروحي، ربنا يخليكي. ام محمد انت اللي حبيبتي، متحرمش منكم. يلا صاحيين للفجر، محدش بيعرف ينام من الحر ده والله يا جماعه، وهتشغلي التكييف خراب بيه. وفاء عزت حبيبتي ازيك؟ الله يرحم ماما، اتعلمنا منها كتير، اللهم امين، يجعله في ميزان حسناتها يا رب. ممكن احط سبانخ؟ ممكن يا ام طارق فعلا. ام طارق ولا علا معلش مش شايفه، سامحيني يا علا. سبانخ بالجبنه هتبقى جميله، لو حطيتي سبانخ كده متشوحه مع الجبنه وحطيتيها فيها هتبقى تحفه، يبقى طعمها حلو قوي. ما هي بصوا بقى التريكات القفشات بتاعت ست البيت المصريه دي، تكس فيها كل اللي هي عايزاه. يعني انا ما خدتش الوصفه كما هي، لما باجي اشوف وصفه تعجبني من قنوات اجنبيه او تركيه او اي حد بقى مثلا تاني، لازم احط التاتش بتاعي، لازم. استنوا اجيب لكم الايس كريم اللي انا عاملاه، بسم الله يا رب. ده بقى من غير كريم شانتيه، ومن غير حليب مكثف، ومن غير سكر، لاصحاب الدايت واصحاب الايه العمليه. طبعا العيال كسروا لي ده يصلح حالهم. كان عندي معلقتين ايس كريم اتكسروا، عايزه اشتري واحده ثانيه. ام سوسته دي رخمه قوي، على طول تتكسر. انا عايزه اجيب تفتح بقى الدراخر، انا دقته قبل ما يتلج قوي. عايزه اجيب اللي هي ام معلقه العاديه، بصوا بالكريز، بصوا الجمال بالكريز،
طريقه سهله وجميله جدا جدا جدا. روح قلبي يا ام مريم. مربوطه سعودي حبيبتي حبيبتي، وشفت تعليقاتك يا مربوطه برضو كتير. في اسماء كده معلمه في الواحد والله ما بينساهاش. فايزه زكي تسلمي لي يا نور عيني. الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم يا روح قلبي اهو. بس انا مستنيه، لا ده هيطلع. ده انا كنت بقول ايه. الله يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي. بصوا اوه، بصوا الجمال. يعني كويس ان طلع ايس كريم والله، اللي ما فيهوش مثبتات ولا في كريم شانتيه ولا في اي حاجه. وفي برضو المطه هجربها لكم بتاعه الايس كريم، شفتها وانا ايه شغاله فيه لما كان سايح في ايدي. بصوا بسم الله، كتر خيره قوي ان اتعمل ايس كريم يعني بجد. بصوا عامل ازاي، تحفه. لمرضى السكر، لاصحاب الدايت، اصحاب التكميم. فاكهه طبيعي من غير سكر، من غير كريم شانتيه، من غير كريم اللي هي كريمه الطبخ، كريمه الحلويات او كريمه الحلويات مش كريمه الطبخ، ومن غير حليب مكثف، بالزبادي. والله عملته بالزبادي كمان. وزبادي ايه، عاملاه كمان زبادي خالي الدسم، زبادي لايت. لما حياتنا كلها بقت لايت في ما انا بقول لزوجي يا ما عبينا ويا ما كلنا الحلو. الله يرحمك يا امي، كانت صاحبه الحلو كله. هي كانت بتشجعني والله العمليه دي، وده اللي خلاني ادخل اعملها. كان من زمان تقول يا بت انا خايفه لا تكوني زي فلان وعلان. كان في عندنا نماذج في العيله بقى، ربنا يا رب يرحم. تقول لي خايفه لا تبقي زي فلانه وعلانه، جسمك بيملى. هي ما كانتش تحب التخن ابدا يا عيني، وربنا يعافي الجميع يا رب. اتفضلوا بقى معايا. عايزه كشك المظ؟ حاضر. ايه بتزيق ليه؟ طب ادوق كده مع الكريزه دي. هنحط عليها كريز كده على الوش. كريز ده طبعا مسموح لينا، والسكر بتاعه طبيعي وبيبقى عالي وجميل جدا. ممكن تتعمل برضو بالفراوله. بسم الله. وحاجات باينه. والله من غير نفاق، والله ورب شاهد في منتهى الجمال. سكره دلع سيكه بس جميل جدا. احنا لينا في اليوم في الفتره دي، انا خلاص هتم شهرين، لينا معلقتين عسل ابيض او معلقتين سكر عادي او معلقتين سكر دايت. يعني ممكن او احط البوله كده واعمل عليها ايه خيوط عسل ابيض. بس برضو الدكتور كان يقول لنا ابعدوا عنهم قدر المستطاع. لو قدرتوا تقضوا يومكم من غيرهم يا ريت. انا باخد نص معلقه صغيره على القهوه بتاعتي اللي بشربها، بس اتسمح لنا بقهوه اخيرا. ده انا كنت هموت شهرين ما بشربش قهوه. اهو بصوا تحفه. في ناس بقى بالواي بروتين، في حاجه اسمها واي بروتين كده بناخده اوريه لكم اللي ما يعرفوش، حتى بتوع الجيم بياخدوه كده. اهو ده بيعوض البروتين ايام ما كنا ما بناكلش بروتين. والدكتور برضو يقول يفضل تمشوا عليه، لان لسه انتوا المعده بقت انبوبه صغننه كده، فمش بتاخدي البروتين الكفايه اللي يعوض الجسم. فتاخدي ده واي بروتين. ده مش اعلان لحاجه والله. بيبقى عباره عن بودر كده بنحطه على لبن او على زبادي بالسكوب بتاعه كده اهو. بيبقى لينا سكوب واحد في اليوم. ده بقى ممكن نعمل منه وصفات. لسه بعت سؤال لدكتور رامي، قلت له انا شفت ناس على التيك توك والحاجات دي بتعمل وصفات. لو قلت الناس في الجروب محميه اسنانها، يعني ممكن يعملوا منه وصفات ايه حلو. بدل مثلا الدقيق ده نستخدمه، واحنا كده كده هناخد مثلا المعلقه. عايزه تاخدي ايس كريم؟ روح قلبي وحياتي ابعتهولك. ده طبيعي 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 خالص. فبيعملوا منه بقى الله. لا خلاص كده. بسم الله. نجيب طبق. بقعد اتلفت اشوف ايه اللي شلته وايه اللي ما شلتوش، والواحد
التلفت اللي على غفله ده بيدوخ. دي من ضمن مساوئ عمليه التكميم يا جماعه. الحركات الفجائيه، تيجي تقفي او تقعدي بيجيلك دوخه. تيجي تعملي حركه فجائيه تبصي يمين شمال تلاقي الدوخه على طول. اهي 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 حبايبي اللي بيقولوا عملتي ايه، اهو اهو يا حبيبتي. نبص من ورا كده، جميله اهي ناشفه. عارفين طبعا دي ما اتقلتش في زيت. تيجوا نفتح كده ونشوف ايه الدنيا. بسم الله. والله طريه، تصدقوا كريسب من بره ومن جوه طريه وجميله. عشان استحمل. انا لما ابقى اجيب الجوانتيات الحراري دي مش لاقيها خالص هنا عندنا. وطبعا كنت ببعت اجيب من امازون كل حاجه، بس دلوقتي وقفتها، قلت تغور. بسم الله. بصوا اهي سخنه سخنه سخنه. بنت الذين امنوا وعملوا الصالحات اهي اهي. شفتوا الدخان؟ جميله. لقمه عيش مع جرجير مع طماطم زي سلطه كده، بس ايه اللي هي بقى الطماطم، شرايح طماطم كده كانت ماما تعملها لنا لما تكون مستعجله، عليها شويه فلفل، عليها فلفل رومي، عليها عصره ليمون. بتبقى هي دي ايه بديل السلطه السريع بتاعنا. بتبقى جميله بقى. حطي بقى الساندوتش ده كده، حطيها في قلب فينو او في قلب العيش البلدي، في قلب العيش البلدي، وبالهنا والشفا مع السلطه، وتاكليها بألف هنا وشفا. بس ادي سهرتي النهارده والاكله اللي جت على الغفله. تعمليها اعمليها غدا بكره ان شاء الله، هتبقى زي الفل مع عيش بقى كده، ولو سلطه طحينه عليها تبقى جميله والله العظيم في منتهى الجمال. انا رايي تتحط في العيش احسن من انها تتاكل مع رز. انا مش عارفه البتاع ده بيزحلق ليه. ان هي تتاكل مع رز بشعريه او رز ابيض، العيش حاسه هيبقى احلى فيها. وجرجير بقى وعيشي حياتك وجميله. والبطاطس في كل حته يعني مفيش بيت ما فيهوش بطاطس. ان شاء الله ربنا يرخي يا رب كده الاسعار، ويرفع الغلاء والوباء، ويا رب يملى بيوت المسلمين كده، يجعلها عمار كده ويملاها بالخير يا رب. ويا رب انصر اخواننا يا رب بحق وقت السحر كده اللي بتتنزل فيه بكرمك وجودك وعزك يا رب العالمين. هل من تائب يعني ربنا يقبل توبته فيما معنى الكلام؟ هل من مستغفر اغفر له؟ هل من داع؟ يعني شوفوا سبحان الله، ربنا بيتنزل من السماء السبعه كده، من السماء، شوفوا بقى من العرش وكل ده النزول، يعني الله اعلم بالكيفيه، من غير تشبيه ومن غير تكييف، يليق بكماله وجلاله سبحانه. بس الشاهد من الحديث ان ربنا سبحانه وتعالى في الوقت ده، وقت السحر اللي هو قبل الفجر، بيستجيب من اي حد ويتقبل توبه اي حد تكون طبعا صادقه. وطبعا يا جماعه شروط التوبه مش ان انا اكون واكله حقوق عباد، او ان انا اكون مفتريه على حد بالكذب واقعد اقول ايه ده انا هتوب وربنا هيقبل. شروط التوبه الاقلاع عن الذنب، الندم والتوبه، الندم طبعا والتوبه، والعزم على عدم عوده للذنب ده. وان انا اخد بقى ايه من ضمن الندم، ان انا ارجع الحقوق لاهلها، يا اما اراضي الناس اللي انا ظلمتهم وافتريت عليهم وكذبت عليهم وشوهت سمعتهم. ده عشان شروط التوبه تقبل. عشان بس في ناس كتير تقعد تظلم وتقعد تكذب وتقول لك ده انا هقعد بيني وبين ربنا هعمل عمره او حج واستغفر لا، في حقوق عباد يعني، وما كان ربك ناسيا. في حقوق عباد، حقوق العباد دي لازم ربنا عدل. يعني زي ما قلتها لكم قبل كده كذا مره، ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامه فيما معنى الحديث، مثلا في شاه ملهاش قرن وشاه تانية ليها قرن، دي نطحت دي، فربنا سبحانه وتعالى بيعمل ايه طبعا في الجنه او في الخلود ان شاء الله، يا رب كده يجعلنا كده من المخلدين في الجنه يا رب، ويحرم اجسادنا عن النيران يا رب، ويعتق رقابنا من النار، انا وانتوا وابائنا وامهاتنا واجدادنا واولادنا وذريتنا وازواجنا وكل حبايبنا وكل من له حق علينا. ما بيبقاش موجود حيوانات في الجنه، بس عدل ربنا
عشان هو اسمه العدل سبحانه وتعالى، بيجيب الشاة ديت اللي كانت من غير قرن كده الصغنونه الجميله دي، وتروح ناطحه واخده حقها من الشاة اللي ليها قرن، وبعديها سبحانه وتعالى يقول ايه؟ كونوا ترابا. ده حديث كان وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حاجه صحيحه، احنا مش بنألف سيره ابو زيد ولا حاجه. تمام؟ فشوفي الحرص على العدل قد ايه، ما بال بالاشخاص اللي بياكلوا حق الناس وارض الناس وحق اليتامى، او اللي بيعتدي على الناس بالقول والفعل، او لا عايز تتوب ترجع الحقوق دي لاهلها في الاول، ده شرط من شروط التوبه عشان ربنا يقبل توبتك. بس فربنا يغفر لنا جميعا ويخرجنا من الدنيا دي على خير وينصر اخواننا يا رب. اطعم جائعهم يا رب، امنهم من خوف واطعمهم، امنهم من خوف واطعمهم من جوع يا رب، اطعمهم من جوع وامنهم من خوف يا رب العالمين. يا رب كن لهم ولا تكن عليهم، يا رب عجل بزوال الغمة، يا رب اشف صدور قوم المؤمنين وريح قلوبنا عليهم، يا رب لا ترنا فيهم سوء يبكينا ابدا يا رب. اهلنا في غزة وفي السودان وفي سوريا وفي كل مكان يا رب العالمين، في كل مكان، لكل المستضعفين في الارض يا رب. يا رب عجل بزوال الغمة عن الامة، ليهم حق علينا في رقبتنا يا جماعة الدعاء، حق اخواننا المستضعفين في اي مكان حقهم علينا الدعاء يا جماعة، والدعاء سهم من سهام الله. اوصي نفسي واياكم في وقت السحر ندعي ان شاء الله، يعني بالدعاء ده بيغير حاجات كتير. وندعي لاولادنا كتير، ربنا يهديهم، ربنا يجنبهم الفتن، ربنا يرزقهم الصحبة الصالحة، ربنا يرزقهم الرفقة الصالحة المعينة يا رب على الطاعة، ربنا يباعد بينهم وبين المنكرات والفواحش والفساد كما بعدت بين المشرق والمغرب بجد، لان الفتن عليهم كتير جدا. بتذكر كده حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الفتن كقطع الليل المظلم، يعني الواحد ما بيقدرش، فتنه ورا فتنه ما تقدريش تشوفي ايدك من كتر الفتن والظلام بتاعها. ففعلا كتر خيرهم على الانفتاح اللي هم بقوا فيه العالم التاني ده، ربنا يحفظهم لنا دايما. قولي اللهم ربي لنا اولادنا يا رب، لا ربي لنا اولادنا، وارحم موتانا واشفي مرضانا، واربط على قلب كل مبتلى يا رب، اربط على قلب كل مبتلى يا رب. يا رب عجل بتفريج الكربة يا رب، واجعل مصر امنا وامانا وسائر بلاد المسلمين، واجعلها رخاء، واجعلها كده بلد الامن والامان يا رب، وارفع عنها الغلاء والوباء، وابعد عنها كل ذي شر لا تمكنه يا رب من ارض مصر يا رب العالمين، وخرجنا من الدنيا دي على خير ويبارك فيكم، ودايما اشوفكم زايدين مش ناقصين. روح قلبي تحياتي ليكي انتي مطبخ دعاء فاروق، حبيبتي نورتيني يا قلبي، ودايما كده يا رب زايدين مش ناقصين، دايما اسمع عنكم كل خير، دايما توصوني وتعينوني على البر كده وعلى العمل الصالح باسلوبكم الحلو وطريقتكم الجميله، دايما كده يا رب اكون سبب في اسعادكم، ادخلوا السرور على قلبكم، اضافه ان شاء الله معلومه صغنونه قد كده ليكم باذن الله تنفعكم وتبقى في ميزان حسناتي، وتبسطوا بيها اولادكم واسركم وازواجكم كده، يبقوا فرحانين وفخورين كده بيكم لما تعملي حاجه جديده يا ستي. وطبعا كلنا بنتعلم من بعض، وانا بتعلم منكم قبل اي حاجه صراحه، في كومنتاتكم بتعلم منها كتير. يلا بقى اترككم في رعايه الله، واقول لكم اعملوها بكره ان شاء الله، خدي مني فكره واعمليها بكره النهارده، خلاص ما عادش في بكره، كلها كام ساعه، والجمعه ان شاء الله ربنا يجعل جمعتنا وجمعتكم طيبه. اوصيكم بكثره الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، اوصيكم بقراءه سوره الكهف، دي سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. واحبك في الله من الجزائر، روح قلبي بلد المليون شهيد، حبيبتي على راسي يا نور عيني. ميرفت حبيبه قلبي، هدى جميله، انت اللي جميله يا هدهد، والله الواحد بيتعامل يا روح قلبي، بشوفك واتعلم من روح قلبي ومن ماما، تسلموني. بفرح قوي لما الاقي حد يقول لي انا عملت الاكله دي وعجبت زوجي، انا عملت مش عارفه ايه وعجبت حماتي، والله العظيم بصوا بحس كده بسعاده. الحمد لله ان الواحد ما بيطلعش يقدم محتوى فارغ او هايف، او اضيع وقتكم، او حاجه تبقى في مكتوبه كده في كتابي انها حاجه فيها غش، حاجه فيها تضييع وقت، لا، يبقى عمل كده ينتفع بيه ان شاء الله في ميزان حسناتي، يبقى حجه ليا ان شاء الله لا عليا. وان انعوجت فقوموني، ولنا في سيدنا عمر بن الخطاب قدوه حسنه.
حبيبتي انت اللي حبيبتي صلى الله عليه وسلم. دودو حبيبه قلبي. مديحه الله يرضى عنك ويبارك فيكي ولك المثل يا قلبي. ايه تاني؟ ربنا يحبك ويعزك يا ام مريم، ما تحرمش منك، ويجعل مريم من اهل الجنه، ويربط على قلبك بالصبر، ويجعل لك كده بيت الحمد في الجنه انت وابن خالتي حبيبي هو وزوجته وكل من فقد فلذة كبده. يا رب يربط على قلوبكم بالصبر ويجمعكم كده بيهم في الجنه، ويكونوا سبب كده في نجاتكم من النار باذن الله، ويصبركم يا رب. هي كلها ساعات، الايام ما فيش اسرع من الايام. انا بقول لزوجي الايام، سرعه الايام مخيفه مخيفه بجد، مفيش اسرع من الايام. قلت له شويه وهنروح. كل ما اقول ماما وحشتني اقول الايام ما فيش اسرع منها، شويه ونروح، بس يا رب تبقى على حسن خاتمه. عملت المحشي ورميته. في حد يرمي محشي دلوقتي؟ ليه رميتيه ليه يا صفيه؟ ليه يا قلبي؟ قولي لي ايه الغلط اللي كان عندك وانا اقول لك عليه. في حد يقدر يرمي حاجه؟ ده المحشي دلوقتي بقى يتكلف يا ولاد. المحشي ده اللي كان اكلة اي حد مش قادر يجيب بروتينات لبيته او اي حاجه، يعمل حله المحشي السخنه المدخنه دي، مش محتاجه جنبها لا فراخ ولا لحمه، واديها. دلوقتي بقت تكلف. قولي لي ليه يا قلبي رميتيها ليه؟ فضول ايه يعني؟ شفتي مين عملها؟ افتكس فيها حاجه. ادعي لبنتك بالرحمه يا حبيبه قلبي يا حبيبتي. انا دودي ربنا يرحمها ويجعلها من اهل الجنه، ويجعلها كده عروس في الجنه ان شاء الله، ويربط على قلبك بالصبر يا رب. يا رب يربط على قلبك بالصبر يا رب، ويجعلك من يعني يبني ليكي بيت في الجنه كده يسمى ببيت الحمد. ربنا يعيني في الحر ده. والله العظيم شفتي. بس اسكتوا، انتوا ملاحظين ان انا النهجان قل؟ انا حاسه كده ان النهجان الحمد لله. يعني لما اجي اعمل تحليل الكوليسترول المره الجايه ان شاء الله باذن الله كده هيبقى، حاسه ان النتيجه هتبقى حلوه المره دي بعد ما الشحوم دي نزلت. امين يا رب، امين امين يا رب. يتجاوز عنها يا رب ويتقبل منك يا حبيبتي. امين يا حبيبتي. اسميتوها مريم بتدعي لك يا انا دودي اهي، لان هي برضو مصابه بنفس المصاب وفقدت مريم بنتها. ربنا يا رب يعوضكم خير في الجنه يا رب يا حبيبتي، ويربط على قلبك بالصبر. اصبري واحتسبي. النبي صلى الله عليه وسلم فقد كل اولاده وهو حي ما عدا السيده فاطمه، وهمس في ودنها قال لها انت اول واحده هتلحقي بيه. يعني كمان كان عارف انها هتموت بدري. ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم ب6 شهور رضي الله عنها وارضاها، وربنا يجمعنا بيهم في الفردوس يا رب. من الجزائر وحبيت اجربه. حبيت تجربي المحشي المصري؟ طب ليه ما رميتيه ليه؟ اخصى عليكي. هو في بعد حله المحشي المصري؟ قولي لي عملتيه ازاي، اكتبي لي بقى اشوف، جايز يكون في حاجه كده مثلا انت فهمتيها غلط عملتيها بوظت الدنيا معاكي. ده المحشي بتاعنا محشي. انا مش لاقيه ده، يعني مش لاقيه وصف بجد. المحشي ده مش عارفه الواحد كان هيعيش من غيره ازاي. هو ده اللي بياخد دبكه كتير ونقعد بالساعات نحشيه ونيجي في الاخر في ثانيتين يتاكل. تمام. ماشي يا قلبي وروحي. يلا بقى اترككم بقى في رعايه الله، واوصي نفسي واياكم كده نصلي ركعتين وندعي لبعض فيهم. وما تنسوش بقى طبعا تدعوا لاخوانكم وحبايبكم، وتدعوا لكل الحبايب، وتدعوا لمصر، وتدعوا لكل المستضعفين في الارض، وتدعوا لي معاكم، وتدعوا لماما حبيبتي الله يرحمها لو ليها عندكم حب كده، وتدعوا لانفسكم وتدعوا لاولادكم في الركعتين. هما ركعتين. قومي كده كسري الشيطان وقولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كده، يا رب يا حبيبتي ربنا يشفي اختك يا رب ويعافيها يا رب، وتقوم بألف سلامة يا روح قلبي يا رب يا نور عيني، يشفيها شفاء عاجل هي وجميع المرضى يا رب. فاكسري كده شيطانك وتوضي، قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقومي صلي الركعتين دول، وان شاء الله تكون سبب في سعادة قلبك، وسبب في تفريج الكربات، وسبب في الرزق، وسبب في كل حاجة حلوة. سبب كده ان تخلي نفسك ألا بذكر الله تطمئن القلوب. واعظم حاجه بقى ربنا بيحبها سبحان الله العبد وهو ساجد. شوفي بقى، تخيلي تقولي بقى كل اللي عندك، وسبحان الله ما فيش بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى حجاب. يعني ما بنروحش لحد نتوسط ادعي لنا اعمل لنا، لا، بينك وبين ربنا تقولي بقى باللغه العاميه، تقولي باي طريقه انت عايزاها. ربنا سبحان الله اعلم باللي انت بتقوليه. وادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي. ربنا قال لك ادعوني، يعني طب ربنا كان بيقول الدعاء، ايه اللي جاب العباده؟ لان الدعاء عباده.
ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم. فنسال الله العفو والعافيه ما نكونش متكبرين. ربنا يريد سبحانه وتعالى ان يسمع منا الدعاء، ان يرى منا التضرع، ان يرى منا الخشوع، ان يرى منا المناجاه. فما تحرموش نفسكم الفضل العظيم دي، لانه الفضل العظيم ده، لان والله العظيم الدنيا مش محتاجه، وهي انفاس معدوده، والحاجات دي هي دي اللي هتستنانا في القبر، وهي دي اللي هتكون نور لينا على الصراط، وهي دي اللي هنندم لما ربنا ان شاء الله يا رب يجعلنا كده من المؤمنين في الجنه. هنندم ان احنا ضيعنا ساعه لم نذكر فيها الله عز وجل. ساعه، تخيلوا يعني اكتر ندم بيقول لك في حديث ان المؤمنين بيندموا يوم القيامه في الجنه ان هم فوتوا ساعه من غير ذكر الله. مش ذكر بقى اللي هو نقعد نذكر الذكر، الصلاه، تلاوه القران، قولي للناس حسنى، الاذكار كده. وانا بحبك في الله يا روح قلبي حبيبتي دعاء فاروق، احبك الله الذي احببتني فيه. انا دودي يا حبيبتي، اللهم امين يا رب، يرزقنا حسن الخاتمه جميعا يا رب. بس فيلا بقى كده، اوصي نفسي واياكم ركعتين كده حلوين وادعوا لنا معاكم، وجمعه مباركه. وما تنسوش تكسروا على الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعه كتير، لان دي سنه. والاغتسال والتطيب ده طبعا بيبقى للرجال، ويستحب برضو يفضل يعني النساء برضو بتحاول برضو تدخل في السنه دي. وعليكي بسوره الكهف. واترككم بقى في رعايه الله، واشوفكم ان شاء الله في لايف تاني. وسلتوني، نورتوا عليا الدنيا، وعملت وصفه ان شاء الله تنفعكم تعملوها بكره باذن الله. اترككم في رعايه الله، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اغلى واحب اخوات ليا، احلى قلوب ليكم.